كيفكن حبايبي؟ شو أخباركن لك ستي؟ عايدة اسم بطلة حكاية اليوم. يلا غمضوا عيونكن الحلوة وركزوا بكلمات حكاياتي. كان يا ما كان بقديم الزمان ببيت حلو بنص المدينة، كان في بنت صغيرة ساكنة بهالبيت. هالبنوتة الصغيرة اسمها عايدة. عايدة حلوة كتير، شعرها بيلمع مثل الشمس وابتسامتها بتضوي مثل الغيمة، وعيونها كتر ما حلوين يشبهوا قمر رمضان. بيوم من الأيام راحت عايدة مع ماما على الجامع، وهي ماشية لما وصلوا لقلب الجامع هي ماشية شافت نجمة كبيرة عم تلمع فوق الباب. باب الجامع كتير كبير وفوقه في نجمة صغيرة مو كبيرة، بس ما حدا شايف هي النجمة غير عايدة وبس. النجمة همست لعايدة: أنا نجمة الجامع، بعطي نوري بس لكل طفل بيجي يبتسم وبيسمع الكلام وما بيشاغب جوا بين المصلين والمصليات. عايدة فرحت كتير، دخلت الجامع لجوا وقعدت بهدوء جنب ماما، سمعت القرآن وصلت مع ماما ودعت كتير، دعت إلها ولماما ولبابا ولخالاتها ولكل الناس اللي بتحبهم وبيحبوها. ولما خلصوا وطلعوا رجعت عايدة كمان طلعت لفوق الباب، على الباب من فوق لقيت النجمة صارت أكبر وضوها أقوى من الأول. قالت لعايدة: شكرا يا عيودي، يا عيودتي الحلوة انتي، لأنك اليوم خليتي قلبي يلمع أكتر وأكبر أكتر وضوي يزيد أكتر وأكتر. فرحت عايدة بهذا الحكي وقالت لها: أنا كيف خليتك هيك تكبري ويزيد ضوك أكتر؟ قالت لها: الأطفال يلي بفوتوا على الجامع بيقعدوا بيضلوا مؤدبين، ما بيطلعوا أصوات